في اللحظة دي الكل نايم والهدوء قاتل، بس في صوت بيهمس جوه عقلك بيقولك افتح واسمع. أهلا بيك في قصص منتصف الليل، المكان اللي فيه كل همسة ممكن تبقى آخر حاجة تسمعها. لو مستعد خلي النور مطفي ويلا نبدأ الحكاية، بس اوعى تبص وراك. فاكر آدم اللي اختفى جوه المشرحة واللي لقوه متخشب جوه تلاجة الجثث؟ الناس افتكرت إن الحكاية خلصت، بس الحقيقة هي لسه بتبدأ. من أسبوعين جت طالبة اسمها سارة، كانت بتدور على تدريب للمشرحة. مش بتخاف، بتحب الرعب. بتقول إن عندها فضول تشوف الموت عن قرب. أول يوم ليها طلبوا منها تنظف التلاجات. كانت شغالة عادي، بس أول ما وصلت لتلاجة مكتوب عليها رقم 17 الهدوء اتكسر. سمعت صوت زي شهقة جاية من جوه. فتحت الباب ببطء ومفيش حاجة، بس وهي بترجع تقفله حست بإيد تلزق في دراعها من جوه التلاجة. إيد متحللة مفيهاش لحم، بس كانت بتمسك بقوة شيطانية. صرخت بس مفيش حد سمعها. النور فصل والتكييف اشتغل لوحده والبرد بقى يعض في جلدها. ظهر قدامها جسم آدم، مش متخشب، كان ماشي ناحيتها بس عينيه سودة وفعمة. قال لها بصوت مبحوح هي لسه عايشة جوه البرد، بس محتاجة حد تاني. ورجع يختفي. سارة جريت، خرجت من الأوضة، بس كل لما تمشي في طرقة ترجع تلاقي نفسها قدام رقم 17. وفي الآخر دخلت والتلاجة كانت مفتوحة، وجوه التلاجة كانت نجلاء واقفة، وشها مشوش، عينها بتنزف دم، وقالت بصوت مش إنساني كنت مستنية واحدة زيك، صوتك حلو هينفع يصرخ بدل صرختي. وسحبتها جوه وقفل الباب. تاني يوم المشرفة لقت التلاجة مقفولة، بس فيها جثة غريبة، وشها مش باين لكن لابسة بطاقة سارة. أما آدم اختفى تاني، بس في تسجيل الكاميرات باين حد بيمشي جوه المشرحة بجسم آدم، بس الوش مش وش بني آدم. ولو أول مرة تسمع القصة يبقى فوت على نفسك كتير. اللي حصل في الجزء الأول هو مفتاح كل الرعب ده. ارجع دلوقتي واتفرج على الجزء